أسوان يعني النوبة، وأهل النوبة هم السكان الأصليين اللي عايشين على ضفاف النيل من شمال السودان لحد جنوب مصر. الكنارة أحلى عيد ميلاد اتعمل لي في حياتي. الموضة البرموضة الموضة البرموضة حتى لابسة الموضة لابسة البرموضة أيوة لابسة الموضة لابسة البرموضة حتى لابسة القمبي عالي وارقص جنبي أيوة لابسة القمبي عالي وارقص جنبي حتى ست البيت شوفي لي التوين أيوة ست البيت شوفي لي التوين. أهل النوبة ليهم عادات وتقاليد وليهم حياتهم الجميلة، الحياة البسيطة اللي هم عايشينها واللي هتخليك تنسى العالم وتبقى عايز تعيش هناك. عادات وتقاليد مختلفة في النوبة، وأغربها إن هم بيربوا تماسيح في البيت. بنوري الأجانب والمصريين إنه التمساح يعني كل الناس اللي بييجوا مثلا بيخافوا من التمساح أو ينزلوا مية لا، التمساح ممكن يعيش مع البني آدم وبيتعامل مع صاحب البيت. أول قبل ما يشيلوا التمساح الصغير عشان يتصور بيه يتربى، يعني يعملوا البوجو ده مثلا بالحاجة كأنك أنت بتعمل مشوار كده، زي المشوار بينزل بقى والنزيف بيكون جامد، يعني الجرح صغير بس النزيف بيكون جامد بقى، نزيف الدم بقى. النوبة فيها لغتين، كنزي وفلجيكي بجانب اللغة العربية. يمكن الجيل القديم من أهل النوبة بيتكلموا نوبي أحسن من اللغة العربية. مفاهيم كتيرة، يعني ممكن تكون كلمة واحدة بس ليها كذا مفهوم. الراجري يعني ازيك، الراجري وإرمينابو نفس المعنى. مثلا واحدة أعجبت بيها بقول لها مثلا زينما أو زينة تود أو أشري. كل الكلام ده مفهومه الأخير إن أنت حلوة أو جميلة. احنا اللغة النوبية بتاعتنا دي كانت سبب من أسباب انتصار أكتوبر، انتصار حرب أكتوبر. العدو الناحية التانية قاعد مش فاهم حاجة طبعا، لدرجة إن يعني زميله المصري اللي قاعد معاه مش فاهم هو بيقول ايه. الإشارات بتاعت اللاسلكي بيلغوا بعض بالإشارات بالنوبي وهم أساسا مش فاهمين، يعني فكوا جميع شفرات العالم جم عند النوبي وستوب، ما عرفوش يفكوها. البيوت النوبية بتمتاز بالبساطة، وده بيديك راحة نفسية مش بتشوفها في أي مكان تاني. تعالوا نتعرف أكتر على البيت اللي كنا ساكنين فيه. أنا اسمي محمد من أبناء النوبة وشهرتي حمو زمالك. ابتديت مشروع الجيست هاوس تقريبا الافتتاح كان أكتوبر 21. البيت هنا اسمه ملينديكا. ملينديكا ده معناه بالنوبي بيت الكل. كلمة مليندي لوحدها معناها عندنا في النوبة بتاع الكل، يعني كلمة مليندي احنا بنحطها في جملة، أي جملة فيها كلمة مليندي يبقى احنا بنقول الحاجة دي بتاعت الكل. وكلمة كا دي معناها بيت. في 2021 كنت 6 غرف والحمد لله رب العالمين دلوقتي المكان فيه 11 غرفة. المكان دلوقتي بقى استيعابه حوالي 30 فرد، وإن شاء الله يعني الخطة الجاية أو الخطوة الجاية ناوي أزود برضو يعني مجموعة غرف، ممكن أزود 4 أو 5 غرف تاني، يعني ممكن كمان سيزون أو 2 نبقى مثلا بدل 11 نبقى مثلا 15 غرفة أو 16 غرفة. احنا طبعا هنا المكان ده مطعم بنعمل فيه أكل بوفيه مفتوح، ومعانا حوالي 4 ترابيزات، ومعانا ترابيزات أرضية للي حابب يغير القعدة. يعني الترابيزات دي بتشيل حوالي من 35 ل 40 فرد، تمام. وناس كتير بتحب تاكل في المطعم هنا عشان الشمس الصبح بتكون دافية شوية، ففي ناس كتير بتفضل ان هي تاكل على الترابيزات الأرضية دي. التاني مطعم سايبين النص ده فاضي لسبب ان احنا بنعمل فيه حفلات يوميا. عندنا كافيتيريا فوق عاملينها على نظام القعدة العربي، مصاطب. بنبني الاول مصاطب كده واطيه وبنحط عليها شيلات
زي القعدة العربي، وبنعملها بنظام القبب الطراز النوبي بتاعنا كديكور نوبي، وبنخليها مكان للسهرة. يعني الناس بعد العشاء مثلا عايزين مكان سهرة يسهروا فيه، يدردشوا مع بعض، يخلصوا سهرتهم، ليهم مكان. هنا البيت عندنا بيقدم خدمات زي مثلا فطار، غدا، عشاء. في عندنا أكل بيبقى فيه بوفيه مفتوح، بنعمل وجبات كلها طواجن فرن، بنعمل جميع أنواع البروتين، سواء بقى فراخ، كباب، كفتة، حمام محشي، مشوي، أسماك. والأكل عندنا كله هنا صناعة منزلية، يعني مفيش حد بيجي من بره عشان يجهز لنا الأكل. حاجة من الحاجات اللي ما ينفعش تيجي أسوان وما تعملهاش، وإنك تنزل بالليل تشتري من المحلات اللي موجودة في النوبة. النعناع، البابونج، الحرجة، خلف الليمون، ده بقى البيور، ده اللي قبل ما تسود الحبة. بس لعلمك الخام ده حلو، ما ده ورد خام. ايه ده؟ انا واقفه بين قمرين. ايه الجمال ده؟ الصغير الجميل. قمر وقمر. وفي نهاية الفيديو لازم أشكر رشا عبد العزيز منظمة الرحلة، واللي عملت مجهود كبير جدا عشان تخلي الكل مبسوط.